بن شربي كان فيها ايضا مشاركه قويه. البطل المغربي فاز على البطل ندونغ نزي من غامبيا في الدور الاول، بعد ذلك فاز على ندونغ نزي وواجه مولوفي من تنزانيا ليصعد ليكون حاضرا في هذه المنافسه النهائيه. التوفيق للمشاركه المغربيه والبطل المغربي حسن الدكالي، نتمنى له يقدم اداء جيد. 21 سنه حسن الدكالي، البطل المغربي مصنف 42 عالميا ب 1138 نقطه. البطل المغربي باللون الازرق يحاول ما امكن انه يكون هو السباق لتحقيق المبادره، صاحب الميداليه الذهبيه في الالعاب الفرنكوفونيه تابعنا مؤخرا. وحسن الدكالي عنده خبره، راه عنده خبره في المقابلات الدوليه وعنده الميداليه الفضيه في البطوله العربيه الالعاب العربيه، ايضا صاحب المركز الخامس في النمسا حينما شارك في الجائزة الكبرى، صاحب المركز الأول بوارسو في الدوري الأوروبي المفتوح والميدالية الذهبية في فبراير من هذه السنة. لديه كل المقومات لأن يكون بطلا لهذه المواجهة أمام الجزائري، وهو ذو 21 سنة أيضا إدريس مسعود رضوان، المصنف 21 عالميا الجزائري، واللي عنده 2363 نقطة، يعتبر من الأسماء الصعبة. ولكن المغربي حسن الدكالي يحاول الآن، نعم يلا دكالي محاولة بإمكان أنه كانت تكون اوتيماتا اللي ناجحة اللي جيدة. لو كان الخصم ديالو قريب شوية منه يمكن تعطي نتيجة، ولكن الخصم هارب على حسن الدكالي. هذا من الصعب باش يكون عنده شوف كيفاش بعيد عليه. البحث عن الميداليه الذهبيه والتشجيعات لا تزال مستمره ومتواصله، ونحن نتابع معكم هذا البث المباشر للبطوله الافريقيه الرابعه والأربعين. فعلا الوزري مضمون، والان سننطلق للعد. الوزري مضمون للبطل المغربي حسن الدكالي، يحصل على وزري عمليه القلب عمليه اوتشيماتا اللي كانت كتعطي واحد، كيف ما قلت لك اوتشيماتا عندها واحد الفالور كبير، عنده واحد الوزن اسمه بالنسبه نص ديال الوقت انتهى المختص لهذا النزال. الان 2 ديال الدقائق الاخيره، لانه 4 ديال الدقائق، 2 ديال الدقائق الاولى جاب فيها وزاري، الان يبحث عن وزاري ثاني باش ينهي المواجهه او ايبون، فخصو يحتاط شويه من التدخلات ديال الجزائري مسعود رضوان. وفي نفس الوقت كنشوفوا البطل المغربي حسن الدكالي مقيم بالشيء اللي خاصو يقوم به في المواجهه ديال اليوم. هنا عمليه اخرى، لكن شوفوا القرار ديال الحكم فيها شيدو ام لا. البطل الجزائري وضعيه صعبه، البطل المغربي متفوق معنويا نفسيا لانه محقق وزاري والانطلاقه ديالو جيده ان شاء الله. ايضا المغربيين جوج، وهذه محاوله وزاري الان لكل طرف. كانت عمليه خاطفه ديال ادريس مسعود، لانه استعمل الرجل ديالو ونزل الخصم ديالو. اذا دكالي حسن تعادل الان مع الجزائري وزاري دقيقه 16 ثانيه، اللي غيجيب النقطه الان غينتصر. نتمناو ان شاء الله المغربي ان شاء الله. نشوفوا هنا المحاوله، صراع مستمر. دكالي لاحظ الطريقه ديال المسك ديالو، كيفاش انه كيتعامل مع الخصم. هدوء، حكم كيقول ماطي، اي العوده او التوقف عن التنافس والعوده من جديد للوقوف. المدرب كيطلب منه انه يكون هو السباق للعمليه، عمليه المسك. لاحظوا المسك ما كانش هنا. محاوله مره اخرى فرصه كان قريب انه يقوم بعمليه ديال الرفع والاسقاط بواحد الشكل اسقاط خلفي نعم. فعلا، ولكن في لحظه من اللحظات خذا القرار، كان يريد القيام بعمليه ديال الرفع. هذا هناك كونتر اتاك، هذه نديه كبيره بين الطرفين، ويستمر المشوار بين البطلين معا. 35 ثانيه تقريبا. وإلا لاحظتي بان الدكالي كيدير المجهود ديالو كامل باش يعاود يرجع الكفه لصالحه. هذا ما يلا البطل المغربي باللون الازرق محاوله 27 ثانيه، اخر 26 ثانيه على نهايه الوقت القانوني لهذه المواجهه. في حاله التعادل غنمشيو للجولدن سكور.
غير ذلك حركة خاطفة ممكن تنهي المواجهة. إصرار كبير. الله ما ييسر. شوف هنا الطريقة، شوف هنا المحاولة، إمكانية جيدة مرة ثانية من جانب البطل المغربي حسن الدكالي. جوج ديال التوالي ثانية أخيرة. انتهى الوقت. جولدن سكور الآن. غنشوف جولدن سكور. كيبان لي بأن في الجولدن سكور إن شاء الله الدكالي غيفرحنا إن شاء الله. العموم هي مواجهة قوية وقرابة حتى الدكالي. راح معايا هذا الاسلوب اللي كيقوم به الدكالي، وهذه العمليه اللي كيقوم بها على مستوى المسك الساعي، يعني كيظهر على انه كيقوم بالمحاولات. الحكم اكيد انه مع مرور الوقت غادي يعطي شيدو الجودوكا الجزائري لانه لا يبادر، بالتالي ما عندوش تنافسيه، كيهرب من إذا سمعتي حتى الجمهور كيطالب. ونشوفوا هنا التنافس بينه وبين الخصم ديالو مسعود رضوان. هذه محاولة مرة أخرى. دكالي عملية المسك غادي يحاول ما أمكن يقوم بالرفع، ولكن ما كملاتش بشكل ممكن. 30 ثانية اللي انطلقنا فيها. مزيان عنده ماشي مشكل. مزيان. هذه الكلمات ديال المدرب اللي كيحاول ما أمكن أنه يرفع المعنويات ديال البطل المغربي حسن الدكالي، كيطلب منه باش أنه يزيد يبادر أكثر. لاحظ معايا هنا الاسلوب ديال الجزائري. هذه محاوله عمليه ديال الاسقاط عكسيه. شنو غيقول الحكم؟ غادي نشوفوا القرار ديال الحكم في هذه المحاوله. اذا كيقول ما كاينش ولا كاين شيء. استمرار التنافس. لو كان دار حركه بسيطه، لو كان عطاتو النجيد الكفه لصالحه. نعم. على العموم نبقاو مع ما هو الان، هو عمليه المسك بهذا الشكل هذا، وهذا نزال نهائي. مقارنه بالنزالات اللي شفناه، يعني كتحس بانه كاين واحد التكافؤ، كاين واحد البحث. نعم فعلا. الشيء الاول الجزائري غير الجزائري، لان المسك بدون اتجاه اخر. دابا نشوفوا هنا الانهاء لهذه المحاوله، لانه كان مسعود رضوان قام عمليه خاطفه. غادي نشوفوا القرار النهائي ديال الحكم، ولو انه كيعطيه هنا وزاري. انا ما بالياش اعتقد انه ما كانش وزاري. انا بالي بصراحه ما كايناش وزاري. خص يكون الجسم ديالو بالكامل على الارض كامل. لاحظ انا ما كانش الجسم ديالو كامل لا على الارض. لا هنا كيتاكد بانه هذه اللقطه اخرى. لاحظ بانه ما كانش الجسم، ما فيهاش وزاري. مازال المواجهه خصها تكمل، يعني من خلال الاعاده اللي شفنا كيخص الجسم بالكامل يكون على التطامي. الكتفين يكونوا على. نعم. اذا لاحظنا اللقطه الماضيه. الحكم هو ينهي تفاصيل المنافسه، يعلن على ان هنالك فوز لصالح الجزائري على العموم بواحده من المحاولات، ولكن قام بعمل ممتاز صراحه. دار المجهود ديالو، ما يمكن شيء. الاخر الناس مو ما بعض المرات كيجيو كما كنقولوا الحظ ما ساعدوا شيء، ولكن كان في المستوى الوادي كيبين على المستوى ديال الجيدو المغربي الحمد لله. ونتمناو ان شاء الله باش يكون مطيع باذن الله، مطيع اشرف مطيع، وربما كنقول واحد 95% بان اشرف مطيع غادي